سلام شيرات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وفي صحه جيده وهاني خواتاتي. اليوم جيت باش ندير معاكم بسبوسه بالتشينا ولا بالبرتقال. تجي خفيفه وتجي مشربه وتجي وحده الذوق تاعها ولا اروع، مع رانا في الموسم تاع التشينا. شو تجي دايره، تجي شاده الحبه شاده روحها وتجي مشربه كما قلت لكم وتبعوني مع الاخر ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم. ما تنسونيش بالجيم وتعليقاتكم والاشتراك اللي مازال ما اشتركش عندي يشترك. وصفة سهلة واقتصادية وتحضريها تمتم لضيافك. شوفي تجي دايرة الحبة، تجي شادة روحها ومشربة. هنا نجوب الشربات باش تبرد لنا. عندي لهنا شوفوا عندي كاس تاع سكر، بهذا الكاس غادي نعبر به كاع المقادير، وزوج كيسان تاع ماء. والكاس الثالث غادي ندير فيه عصير تاع البرتقال، وغادي نضيف له مبشور تاع التشينا تاني، ونخليه فوق النار. من نشوفها غلا واحد 10 دقائق نطفي عليه. نبداو به هو الاول باش يبرد لنا. بسم الله نبداو. هنا نجيب راه حبات تاع بيض، ماهم كبار ماهم صغار تاني، وقرصه تاع ملح. وغادي هذا الكاس اللي غادي نعبر به السكر غادي نعبر به كاع المقادير. عندي كاس ونص تاع سكر، نخلط مليح حتى يذوب لي داك السكر مليح. ونزيد نضيف له هنايا مبشور تاع تشينا اللي ربيتها. وهنا عندي نص كاس تاع عصير تاني تاع تشينا. وعندي وحده ياغورت ناتشو، واللي تبغي دير عندها الحليب دير حليب، نص كاس تاع حليب اللي ما عندهاش الياغورت. ونخلطها مليح ونقعد نضرب. كنا غادي نجيب كاس تاع زيت ونقعد نضيف فيه غير بشويه كيما نديرو المايونيز. ندخل مليح هذاك الزيت. صدقوني هذه البسبوسه تجيب فيها واحد الذوق بنينه بزاف، مع رانا في موسم تاع تشينا. ان شاء الله تجربوها الشيرات وتعطوني رايكم فيها. هنا عندي كاس تاع سميد، سميد متوسط. اللي قال السميد متوسط باش ما تجي كون نديرو السميد الرطب تجينا معجنه. وعندي هنا زوج خماره تاع الحلوى. ونخلط مليح ونضيف لها كاس تاني. هنا غادي نديرو لها زوج كيسان تاع السميد متوسط. ولهنا نقعد نخلط فيها غايه، ندخل داك السميد مليح ونضيف لها مغرف تاع خل. الخل يعتبر محسن باش تجينا خفيفه. ونزيد نضيف لها لافاني، نبغي نكهها مليح تجينا تعطينا ذوق شباب. داك البرتقال ويعطينا ذوق شباب. بصح انا بغيت نزيد لها لافاني، ولا ما تبغيش تضيف لافاني ما تضيفهاش. وانا البلاط تاعي هنايا ضفت له، دهنته بشويه تاع دهان، وزدت له تاني رشيتها بالسميد. ونفرغ كاع الخليط فيه. والفرن تاعي راه يشعل على 180 درجه. ما يشوفها شعلت طابت لي من التحت نشعل عليها من الفوق. نقعد نخبط فيه مليح باش تجيني ما تجيش طالعه مهود. وهاي البسبوسه تاعنا بعد اللي طابت شوف كي جات دايره، جات محمره. نخلوها طيب غايه باش ما تجيناش معجنه في الوسط. والعصير تاعنا هنا تاع الشربات شوف، انا خليته برد نسقي بها كاع البسبوسه. ونخليها تريح واحد الساعتين تشرب غايه، ما تفتتنش تجيناش الحبه شاده روحها. وصفه قلت لكم سهله اقتصاديه وتحضريها تمتم. نديرها دابا ونعاود نرجع لكم. ها وين هنا خليتها واحده بردت لي واحد الساعه ونص. دروك خاطش ما غاديش نديرها لنا هذا عندي هنا معجون تاع التشينا. اي معجون عندك ديريه، ولا عندك ناباج ديريه باش تجينا الحبه تاني هكا متحوفه وتجي شابه. اللي هنا درت لها قلت لكم معجون تاع البرتقال. ونقعد نقطع في الحبات تاوعي. تبغى تقطعيها كبيره هاي البسبوسه تاعنا شوفوا قطعتها على شكل مربعات، وكتبغي تقطعيها قطعيها. والتزيين اختياري. هاي البسبوسه تاعنا واجده بعد اللي خليتها ريحت لي واحد الساعه ونص. خليتها تشرب لي غايه باش من نقطعها الحبه تاعنا ما تجيش تفتت، تجي الحبه شاده روحها. ماذا بيكم نتوما خلوها تشرب غايه واحد الساعتين. انا تقلقت عليها باش نوريها لكم وباش نتقهوى بها مع ضيافي. وصفه سهله اقتصاديه وتحضريها تمتم على في الموسم تاع التشينا. ان شاء الله تجربوها الشيرات. نقسم حبه مرصو قدامكم شوف كي داير. شوف الحبه تاعنا ما جاتش تفتت، جات مشربه ومعسله.
ان شاء الله تجربوها. وما عليا نقول لكم شي اللي مازال ما اشتركش عندي في القناه يشترك، وما تنساونيش بالجيم وتعليقاتكم، وفي وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.